خمسة لإخوانه وتلامذته بعد أن يفرغ يعني من التفكير بالشكل حفظهم الله تعالى. ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين
الله رب العالمين. إخوتي، الإخلاص. وقد قال أيوب السختياني عليه رحمة الله: ما صدق الله عبد أحب الشكر. فنسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص. اللهم ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص، وارزقنا الإخلاص في طلب الصدق يا رب العالمين. ثم إخوتي، الأدب. وارفقوا بالشيخ، وارفقوا بأنفسكم، واعلموا أن هذه المجالس مجالس التحديث والحديث نفسه، هذه المجالس لها أهلها. هذه الطريقة قد لا توافق بعض الناس، لكن عود نفسك وربها على أن تتعود على طريقة أهل العلم. تعلمها وارضها، وإذا صبرت عليها سهل لك ما توعر منها إن يسر الله لك هذا الطريق لتكون من أهله. وإن لم تكن فإن الله جل جلاله جعل طرق الوصول إليه كثيرة. الحديث أحدها والقرآن آخر، وقيام الليل والذكر والإنفاق وطلب العلم والدعوة والنفقة في سبيل الله والحج والعمرة والذكر. طرق والأبواب كثيرة جدا، فإن لم ينفعك هذا الباب ولم يسهل لك فعليك بغيره ولا تتوقف. كما قلنا في أصول الوصول: انشغل بالمتاح ولا تعالج المغلق. نسأل الله جل جلاله أن ييسر لنا سبل الوصول إليه. التمس بركة الله جل جلاله بأن أقرأ على الشيخ حديثين أذنتم لي. يعني أنا الحمد لله قرأت على الشيخ قبل كده في مكة، ومعايا إجازة من الشيخ من 10 سنوات. مش كده شيخنا؟ جزاك الله خير. يعني بس اسمحوا لي. والله سنة. لازلنا إذا كنا في المجلس السادس من مجالس سماع الإمام البخاري رحمه الله على فضيلة العلامة شيخنا المسلم الأصيل عبد الوكيل عبد الحق الهاشمي المكي حفظه الله